بيبا بيج كانت على شاشتنا لأكتر من 20 سنة، وخلال الوقت ده الكرتون ساب وراه سلسلة من الألغاز اللي عمرها ما اتحلت. النهاردة هنستعرض كل الألغاز دي. يلا نبدأ بالسؤال اللي مضايق ناس كتير من المعجبين اليومين دول: صوت الراوي اتغير في الموسم الجديد ده؟ النهاردة يوم مميز، وفي الأول ممكن الموضوع ما يبانش مهم قوي، بس فكر فيها كده. في بيبا بيج الأصوات الوحيدة اللي اتغيرت قبل كده كانت أصوات الشخصيات الأطفال بس، لأنه مؤدين أصوات الأطفال بيكبروا وما ينفعش مراهق يفضل يعمل صوت طفل عنده 4 سنين على طول، وده منطقي جدا. بس الراوي شخص كبير، مفيش أي سبب يخليهم يغيروا مؤدي صوت راجل كبير. طب ليه عملوا كده؟ في بعض المعجبين شايفين إن التوقيت مريب جدا، لأنه تقريبا في نفس الوقت اللي صوت الراوي اتغير فيه المعجبين بدأوا يطلعوا بنظريات مثيرة للاهتمام جدا عن هوية الراوي الحقيقية. واحدة من أشهر النظريات هي أن الراوي هو والد سوزي شيب المفقود، الشخصية العارفة بكل حاجة واللي بيراقب الكل بس محدش يقدر يشوفه. وفي ناس تانية بتعتقد أن الراوي هو العقل المدبر الحقيقي وراء عالم بيبا كله، وبيتحكم في كل حاجة بتحصل. ويمكن صناع المسلسل غيروا صوت الراوي مخصوص عشان يضللوا المعجبين ويخلوا الناس تبطل تسأل أسئلة، لأنه لو كانوا حافظوا على نفس الصوت كان ممكن حد في الآخر يكتشف الموضوع. فمين هو الراوي الحقيقي؟ لسه مش عارفين، بس فكرة إنهم غيروا الصوت من غير أي تفسير فعلا تثير الشك. إيه اللي بيحصل مع مسز كاو؟ تعالوا نفهم الموضوع. في وقت معين في البرنامج مسز كاو اتجوزت مستر بول، وده باين إنه شيء عادي، بس هنا الموضوع بيبتدي يبقى غريب. في حلقة قبل كده شفنا مسز كاو على عجلة الملاهي مع مستر بير، كانوا هما الاتنين بس، وده بيخلينا نسأل سؤال واضح: ايه اللي كان بيحصل هناك بالظبط؟ هي كانت على علاقة مع مستر بير قبل مستر بول؟ وبعدين في كارول كاو، الشخصية الغامضة اللي في الخلفية واللي تقريبا كل المعجبين بيعتقدوا انها بنت مسز كاو. كارول كانت بتظهر مع مسز كاو بشكل منتظم، لكن مؤخرا كارول اختفت تماما، مفيش اي تفسير ولا حتى ذكر ليها، اختفت وخلاص. فده هو الوضع كامل قدامك. مسز كاو عندها تاريخ غامض مع مستر بير، وتجوزت مستر بول، وبنتها المفترضة اختفت من غير أي أثر. بالنسبة لشخصية جانبية مسز كاو، حواليها أسئلة كتير جدا من غير إجابات، ودلوقتي دي ممكن تجيب لك جنان أول ما تلاحظها. جوه بيت عيلة بيج بيتغير كل شوية، وإحنا مش بنتكلم عن التجديد الكبير اللي حصل في البيت بين المواسم، إحنا بنتكلم عن باب معين، الباب اللي جنب السلم. في بعض الحلقات الباب ده بيوصل للقبو، وفي حلقات تانية بيفتح على أوضة تخزين، وفي بعض الحلقات الباب أصلا مش موجود، بيختفي تماما كأنه عمره ما كان موجود. طيب إيه اللي ورا الباب ده؟ قبو؟ أوضة تخزين؟ ولا مفيش حاجة خالص؟ المسلسل عمره ما أدانا إجابة ثابتة لعائلة إحنا بنتفرج عليها بقالنا أكتر من 20 سنة. كنت هتفتكر إننا على الأقل نعرف التقسيمة الأساسية لبيتهم، بس واضح إن لأ، وكل ما تركز فيها أكتر كل ما الموضوع يبقى أكتر حيرة. في حاجة غالبا عمرك ما فكرت فيها: ليه إحنا مش عارفين أسماء تقريبا أي شخصية كبيرة في مسلسل بيبا بيج؟ فكر فيها كده، تقريبا كل الكبار في المسلسل بيتقال عليهم مامي، دادي، جدو وتيتا، بس لحد دلوقتي قدرنا نعرف شوية أسماء. الاسم الحقيقي لمدام جازيل هو جيجي. أهلا يا جيجي. الأرنب الغاضب اسمه ريجي. بس في أرنب راجي كبير، ده أنا. بابا بيج هو سنوفليكنز على ما يبدو، حيدانات وبوسات، سنوفليكنز. وطبعا العمة دوتي. بس ليه الباقيين مخبيين؟ هل ده اختيار إبداعي ولا البرنامج متعمد يخبي حاجة عننا؟ هسألك سؤال شكله بسيط، بس كل ما تفكر فيه أكتر يبقى محير أكتر. ليه بيبا عمرها ما بتكبر؟ المسلسل عمل على الأقل 6 حلقات عن الكريسماس وكذا احتفال بعيد ميلاد، وبناء على كل اللي شفناه في المسلسل المفروض يكون عدى على الأقل 6 سنين من أول موسم. بس بيبا لسه عندها 4 سنين، هي دايما عندها 4 سنين، وهنا الموضوع بيبقى مثير للاهتمام. بعد ما بيبي إيفي اتولدت المسلسل غطى حمل مامي بيج بالكامل على كذا حلقة، يعني 9 شهور فعليين عدوا قدامنا على الشاشة. وفوق كده بدأنا نشوف إشارات صغيرة إن الوقت ممكن أخيراً يتحرك لقدام. جورج بقى بيكلم جمل كاملة دلوقتي. آيس كريم! بيبا باين عليها إنها بقت أنضج من اللي كانت عليه في المواسم اللي فاتت، دي علامات على نمو حقيقي. بس بعدين حاجة بتحصل
وبتنفي كل ده تماما. البيبي ألكسندر اللي اتولد قبل إيفي بكتير بطريقة ما شكله في نفس سنها بالظبط. لو الوقت كان فعلا بيتقدم كان المفروض ألكسندر يكون أكبر، بس هو مش كده. يعني هل الوقت فعلا بيتحرك في عالم بيبا ولا لأ؟ المسلسل بيبعت إشارتين عكس بعض في نفس الوقت، وبصراحة إحنا مش عارفين نصدق أنهي واحدة فيهم. كل الناس عارفة إن مستر فوكس حرامي، حاول يسرق فراخ الجيت باج وخد حاجات من حملة تبرعات الأطفال وباع لعب مكسورة وبطارياتها فاضية. الأدلة واضحة جدا، ومع ذلك محدش عمل أي حاجة بخصوص الموضوع. البوليس ما عبطش عليه وباقي الشخصيات ما واجهوش. هو لسه ماشي في مدينة بيبا بضحكة كبيرة، بيسرق من الكل وبيفلت كل مرة. فالسؤال هو ليه؟ هو ازاي بيقدر ما يسيبش أي دليل وراه؟ ولا الناس بتنسى اللي عمله؟ ولا كل الناس في مدينة بيبا مؤدبين زيادة عن اللزوم ومش عايزين يقولوا حاجة؟ احنا فعلا مش عارفين. في لغز حوالين العمة دوتي معظم الناس ما فكروش فيه. احنا عارفين انها اخت مامي بيج، بس قبل الموسم الثامن محدش كان جاب سيرتها خالص ولا مرة، ومفيش اي صور ليها في البيت اللي مامي بيج اتربت فيه. جدود بيبا عمرهم ما قالوا ان عندهم بنتين، ودي اغرب حاجة. عيلة الخنزير راحت امريكا قبل كده، وده المكان اللي العمة دوتي عايشة فيه، وما زاروهاش ولا حتى مرة واحدة. وبعدين العمة دوتي ظهرت في عيد الشكر فجأة من غير ما تبلغ أختها أو حتى أهلها إنها جاية. فإيه اللي بيحصل بالظبط؟ ليه العيلة دي مخبية العمة دوتي كل السنين دي؟ وليه حاسس إن مفيش حد قريب منها فعلا؟ ودلوقتي عندي واحدة هتغير نظرتك لعالم بيبا تماما. عمرك لاحظت إن بيبا سافرت لنيويورك وتكساس وإيطاليا وفرنسا وأستراليا، وفي كل مكان من الأماكن دي مفيش خنزير واحد غير عيلتها؟ فكر في ده. كل الأنواع التانية في المسلسل ليهم شخصيات مش قرايب في كل مكان، لكن الخنازير الوحيدة اللي موجودة شكلهم عيلة بيبا بس، وده خلف نظرية فعلا مقلقة. بعض المعجبين بيعتقدوا إن الخنازير ممكن تكون مهددة بالانقراض في عالم بيبا، وده كمان بيفسر ليه دايما في حد بيراقب بيبا. يمكن الخنازير بيتحموا علشان ما يختفوش تماما. الموضوع شكله مبالغ فيه، بس لما تفكر فيه هتلاقيه منطقي شوية. دلوقتي تعالوا نتكلم عن تمثال الحرية. في عالمنا تمثال الحرية عبارة عن شكل إنسان، لكن في عالم بيبا اللي الحيوانات فيه هي الكائنات المسيطرة، ليه في تمثال لإنسان موجود؟ أشهر نظرية بتقول إنه البشر كانوا في يوم من الأيام مسيطرين على العالم ده، لكن في وقت معين انقرضوا، وبعد كده الحيوانات اتطورت وسيطرت على العالم، وتمثال الحرية فضل واقف كذكرى للعالم اللي كان موجود زمان. لو النظرية دي صح، يبقى بيبا بيج مش مجرد كرتون عن عائلة خنزير مضحكة، ده كرتون أحداثه في مستقبل بعد انقراض البشر. ودي فعلا واحدة من أكتر الأفكار المقلقة اللي الكرتون ده لمح ليها من غير قصد. والآخر نقطة معانا، يلا نرجع تاني لبيت عائلة بيبا. كلنا عارفين المدخل الرئيسي لبيت عائلة بيبا هو على الشمال، وشفناه مئات المرات في كل المواسم. بس في حلقة رعاية الأطفال حصل حاجة غريبة جدا. مامي وبابا بيج رجعوا البيت من خروجي ودخلوا من باب ورا التلفزيون. باب عمره ما كان موجود قبل كده. في مئات الحلقات اللي اتصورت في نفس أوضة المعيشة دي عمره ما كان في أي حاجة ورا التلفزيون ده، لا باب ولا فتحة في الحيطة ولا أي حاجة، بس حيطة وخلاص. وفجأة كده من غير أي مقدمات باب شغال تمام بيظهر، واتنين خنازير كبار بيعدوا منه عادي كأن ده طبيعي جدا. المسلسل عمره ما شرح ده، ولا أي شخصية اتفاجئت أو علقت عليه، وكمان الباب ده عمره ما ظهر تاني بعد الحلقة دي. فالباب ده جه منين؟ والأهم من كده راح فين؟ فدي كانت بعض من أكبر الأسئلة اللي منهاش إجابة في مسلسل بيبا بيج. وبصراحة المسلسل بقاله أكتر من 20 سنة ولسه ما داناش أي إجابات. يمكن عمره ما هيدينا. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر سؤال مضايقكم أو شاغل بالكم.